تيجي نروح عمان رحلة ويك اند سريعة كده. بص يا دوليين، انتوا الجماعة 5-6 من اصحابكم وتركبوا الطريق 6 ساعات وتكونوا في مسقط. شوفوا لكم فندق في نص المدينة ويكون متخدم عليه كويس وانزلوا فيه. احنا نزلنا في المكان ده بتاع شقق فندقية. الشقة كان فيها أوضة بستريت كينج، بأوضة بسريرين سنجل وصوفة بيد، 3 حمامات ومطبخ و3 تلفزيونات. من الآخر كده تاخد 5 مستريح قوي. والشقة في أول ديسمبر اللي فات في 2024 كانت عاملة حوالي $85 اللي هم تقريبا 300 درهم في الليل على 5. فالشقة يعني واقفة معاك ب60 درهم على الواحد. تحطوا شنطكم في الفندق وتاكلوا حاجة سريعة وتنزلوا عشان تلحقوا اليوم. تشدوا الرحال وتطلعوا على كورنيش مطرح. تعملوا ايه بقى بالظبط؟ تتمشى على الكورنيش. يا ابن اللعيبة. سوري يا جماعه بهزر، مش كده. هتروحوا تزوروا قلعه مطرح. تذكره الدخول للسياح عامله 2 ريال عماني للي فوق 12 سنه اللي هم تقريبا 20 درهم اماراتي، وب1 ريال عماني للي بين سن 6 ل 12 سنه اللي هو تقريبا 10 درهم اماراتي. القلعة تراثية جدا، وكانت واحدة من القلاع اللي كانت معمولة علشان تحمي الساحل زمان. فيها كوفي بليس لذيذ خالص، وبيعملوا فيها أنشطة تراثية رايقة جدا زي اللعب بالعود والرقص التقليدي على اللايت شو وحاجات زي كده. تخلص وتاخد صورك وتتدحرج لحد سوق مطرح اللي هو محتاج 5 دقايق مشي عشان توصل له. السوفينيرات والهدايا والعطور والماجنتس والحاجات الحلوة دي كلها. ولو في بنات معاك في الرحلة هتحتاجوا أكتر من ويك إند طبعا عشان هم يخشوا الجمعة. تطلعوا الاثنين الصبح بإذن الله. تخلصوا وتروحوا المكان الحلو ده اللي لقيناه على التيك توك. بصراحة الفايبز هناك كانت عظيمة، وأصحاب المحل هناك كانت لذاذ جدا. طلبنا مضبي ومندي ومشاكيك، وعزمونا في الآخر على برادين شاي و2 زلابيا اللي هي الجيمات يعني. وكان ناقص نقوم ننضف ونقفل معاهم المحل من كتر ما قعدنا هناك يعني. اسعارهم كويسه والمنيو بتاعهم كله موجود على جوجل مابس. يدوبك تروحوا تناموا عشان تلحقوا تروحوا الوجهه الاساسيه في الرحله دي وهي وادي شب، وده اللي هكلمكم عنه في الفيديو الجاي. فتابعوني لو عايزين تعرفوا معلومات عنه وعن بيت الرحله. سلام.